السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبنا في سكندري 1 اولى ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. طمنوني عليكم، ايه اخباركم؟ كيف شلونكم؟ عاملين ايه؟ الدنيا بخير؟ الدنيا كويسه معاكم؟ ايه الدنيا؟ طمنوني عليكم. قبل ما ابدا الفيديو احب ارحب معانا بالفايزين في الفيديو اللي فات اهم قدامك. يا ريت لو انت واحد منهم تبعت لنا على رقم الواتساب بتاعنا اللي بيظهر لك في كل فيديو، ابعت لنا عليه باسمك، هتلاقيه عندنا في الملزمه اللي بنشرح عليها. الرقم 015، ابعت لنا باسم الاكونت انا الكسبان عشان نحول لك فلوس اللي انت كسبها. طب يا صديقي، تعالى بقى نبدا في شابتر 4. خلاص خلصنا شابتر 3 بالخمس دروس بتوعه. تعالى على شابتر 4، هم 3 دروس. النهارده ناخد لسن 1 كله باذن الله. اللي شابتر 4 بقى نتكلم فيه عن اللايثوسفير او القشره الارضيه او طبقات الارض. حبيب قلبي، شابتر 3 كان بيتكلم عن طبعا البايوسفير، انما شابتر 4 بقى هيتكلم عن اللايثوسفير، ودي السفير الاخيره. الترم الاول اخدت الهيدروسفير والاتموسفير، الترم الثاني اخدنا البايوسفير وهنفنشها باللايثوسفير اند ذا ستابيليتي اوف ايرث. ايه هي اللايثوسفير؟ كلنا عارفين اللايثوسفير هي القشره الارضيه. يعني ايه قشره ارضيه؟ بصوا يا ولاد، او طبقات الارض. بصوا يا ولاد، من بعيد بيبان ان اللايثوسفير، من بعيد يبان ان اللايثوسفير اللي هي القشره اللي احنا بنمشي عليها، القشره اللي تحت المحيطات، القشره نفسها تبان ان هي ما بتتغيرش، تبان ان هي ستاتيك، ثابته ما بتتغيرش، الا ان هي بتتغير. التغيير ده مش بنشوفه عينينا، لان التغيير ده عشان يحصل بيحتاج ملايين السنين. فبالتالي اللايثوسفير هي نوت ستاتيك، هي مش ثابته خالص، لا بالعكس، هي constantly changing، كل شويه عماله تتغير، constantly changing، طول الوقت عماله بيحصل فيها changes، فيها تغيرات عماله بتحصل فيها. حتى لو التغيرات دي انا مش شايفها بعيني، لان التغيرات دي عشان تبان عليا او تبان على الطبقه دي بتحتاج millions of years، ملايين السنين عشان تحصل. طب ليه في تغيرات بتحصل؟ ليه مش ستاتيك؟ هي ليه مش ستاتيك؟ ليه مش ثابته؟ ليه في طول الوقت تغيرات بتحصل؟ قال لك في تغيرات بتحصل بسبب عوامل داخليه وعوامل خارجيه. بسبب external pressure، ضغط خارجي، وبسبب internal forces، عوامل داخلية. وقبل ما نعرف ايه العوامل اللي بتأثر على اللايثوسفير، لازم الأول أعرف مكونات الأرض، مكونات كوكب الأرض، وأعرف بالظبط مين هي اللايثوسفير دي. عشان نسهل الموضوع عن نفسنا، أنا جبت لك رسمة جميلة جدا. زي ما اتفقت معاك، احنا معانا 4 سفيرز، احنا نبدأ دلوقتي في اللايثوسفير. زي ما اتفقت معاك، اللايثوسفير بتبان ان هي فيكسد او ستاتيك، بتبان هي ثابته، بس ان رياليتي في الواقع هي دايناميك. ايه يا اولاد؟ سفير ذات تشينجز، هي دايناميك، متحركه، عماله بتتشينج، عماله بتتغير continuously بشكل مستمر. بتتاثر بانترنال فورسز واكسترنال بروسيسز، زي ما اتفقت معاك، external pressure او external process، عمليات خارجيه، وانترنال فورسز او internal pressure يعني عوامل داخليه. وعشان اعرف ايه الفاكتورز دي، لازم الاول اخد اللايرز اوف بلانيت ايرث، مكونات كوكب الارض. اعتبر ان كوكب الارض جبنا نستو واخدت منها قطعه او بيتزا، واخدت سلايس من البيتزا دي، فهتلاقي مكونات الارض اهي. الارض معانا هتتكون من 3 طبقات مهمين هنشرحهم طبقه طبقه. طبقه الكراست، ايرث كراست. شفت لما تيجي تطلب البيتزا، الحواف بتاعت البيتزا بيكون اسمها ايه؟ كراست. فبتجيب حتى كرانش كراست تقريبا، مش عارف بيجيبوها ايه، تشيز كراست او ستافد كراست، فاهم؟ فبتجيب الكراست. انا كده هجوع، انا بالمنظر ده احنا كده هنجوع كلنا، لازم اشوف حل مثال غير البيتزا والاكل. طب انا ابعد عن البيتزا، سيبك من البيتزا. النستو، سيبك من النستو، ما هو اكل برضه، احنا كده هنجوع، لا سيبك من دول خالص، ارميهم عليا جنب. طيب اعتبرها، مش عارف اقول لك ايه، طب ما انا اللي جاي في دماغي اكل، طب اعمل، مش مشكله، خلاص سيبك من الاكل. بص يا اولاد، دي الكراست اللي هي القشره، تمام؟ القشره اللي احنا بنمشي عليها. بعديها الطبقه الثانيه المانتل، والطبقه دي عملاقه كبيره جدا، 67% من حجم الارض، 67% من حجم الارض في المانتل. الطبقه دي كلها، كل دي مانتل. وبعد كده الكور او النيوكليوس اللي هي النواه، نواه الارض اهي، النواه، تمام؟ فكم طبقه يا ولاد؟ 3 طبقات بيكونوا الارض، الكراست والمانتل والكور. فلازم نكون عارفين يا ولاد ان اللايرز اوف ايرث ايه هي؟ اللايرز اوف ايرث. يبقى تعالى ناخد اللايرز
of earth. طبقات الارض. 3 طبقات هنبداهم طبقه طبقه. اول طبقه معانا هي الارث كراست، القشره الارضيه. طبعا يا ولاد القشره الارضيه اللي احنا بنمشي عليها دي، القشره الفوليوم بتاعها صغير فوق ما تتخيل. بجد يا مستر يا حبيبي، الكراست يا ولاد الفوليوم بتاعها حرفيا لا يتعدى 1% من الارث. مستر القشره دي اللي مغطيه كوكب الارض كله من حيث الحجم الارض ما بتعديش 1% من الارث فوليوم او من الارث ماس. ما بتعديش 1%. رقم صغير جدا. ازاي يا مستر؟ دي مليان، ده القشره موجوده في كل حته. ايوه يا حبيبي، لان القشره ده السطح بس، انما اللي جوه دي طبقات ثانيه. فالسطح ده بس يعتبر 1% من حجم الارض او كتله الارض، حاجه لا تذكر. طيب ده الكراست. يبقى اول حاجه معانا يا ولاد زي ما اتفقت معاك الكراست. طيب بص بقى، الكراست يا ولاد دي بنقسمها لنوعين. الكراست او القشره مقسومه لنوعين مش نوع واحد على فكره. الكراست بنقسمها لنوع بنسميه continental crust، والنوع التاني بنسميه oceanic crust، قشرة مائية أو محيطية. مستر ايه الفرق؟ حبيب قلبي، دي كراست القشرة اللي موجودة تحت الكونتيننتس اللي هي القارات أو تحت اليابس. دي القشرة اللي بتكون بيلو لاند، اللي بتكون أسفل الأرض أو بتكون اللاند، يعني هي اللي بتكون اللاند نفسها. دي القشرة بتكون اللاند نفسها. إنما دي القشرة اللي موجوده تحت المحيط او تحت البحر. يعني انت لما تنزل البحر تقعد تنزل بحر او محيط وتنزل تغوص تغوص تغوص، هيقابلك ايه؟ صخور وطبقه. الطبقه اللي فيها الصخور دي هي الاوشانيك كراست. فدي موجوده في الديب اوشن. الديب اوشن هو المحيط العميق او السيز، البحار. تمام؟ طيب فدي موجوده في اللاند، انما دي ديب اوشن وسيز. تمام؟ دي اللاند نفسها، الارض اللي احنا بنمشي عليها نفسها، دي الكونتيننت كراست. انما الاوشانيك كراست دي في الديب اوشن، لما تنزل تحت في المحيط تغوص 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 تقابل قشره، القشره بتقابلها او الصخور بقى اللي تقعد تقابلها كل دون، دي الاوشانيك كراست. تمام؟ طيب فزي ما انت شايف كده الكراست في منها نوعين، يا دي يا دي. طب مستر هل في اختلافات؟ طبعا في اختلافات. لو هنتكلم على الكونتيننتال كراست، فلاقي ان الكونتيننتال كراست الثيكنس بتاعها او السمك بتاعها بيكون كبير جدا. الثيكنس بتاعها يا ولاد بيوصل من 30 كيلومتر لحد 100 كيلومتر. من الرينج بتاعها من 30 ل 100 على حسب المناطق. في مناطق تلاقيها 30، مناطق تلاقيها 40، تلاقيها 70 لحد 100 لحد 100 كيلومتر. يعني امتدادها من 30 لحد 100 كيلومتر تحت السطح الارض كده. يعني امتدادها من سطح الارض حوالي 30 100 كيلومتر تحت سطح الارض. تمام؟ انما الاوشانيك يا دوب من 3 ل 5 كيلومتر بس. لسه ما كملتش 10 حتى. ايوه حرفيا يا اولاد من 3 ل 5 كيلومتر بس. شفت الفرق؟ الكونتيننتال من 30 ل 100، انما الاوشانيك 3 5 كيلو، امتدادها بقى 3 5 كيلو بس. يعني من حيث الثيكنس او السماكه، الكونتيننتال غليظه سميكه سميكه مليانه ممتده. تمام؟ ركزوا في الجايه دي. ورغم ان الكونتيننتال يا اولاد، الكونتيننتال كراست معموله من سيليكا، بتتكون من السيليكا او من السيليكيت زي ما بنسميهم، ومعاهم ألمنيوم. فبنسميها لما يكون معانا سيليكا والألمنيوم اللي بيكون كونتيننتال كراست، سميناها باسم السيال. تاني سميناها ايه يا ولاد؟ سيال. تاني سميناها ايه؟ سيال. انما الاوشانيك كراست معموله من السيليكا ومغنيسيوم وكمان ايرن، حديد. يبقى هتلاقي يا اولاد سيليكا مغنيسيوم وايرن، وبنسميها باسم سيما. يبقى يا ولاد الكونتيننتال كراست بنسميها
سيال. الاوشانيك كراست بنسميها سيما. سيال، سيما، سيال، سيما، سيال وسيما. تمام. فسيال يا ولاد دي سيليكا والومنيوم، انما السيما سيليكا ومغنيسيوم وايرون، دي المينرالز او المعادن الموجوده. طب ايه المشكله يا مستر؟ حبيب قلبي المغنيسيوم والايرون كثافتهم عاليه جدا. المغنيسيوم والايرون عندهم دينستي عاليه، كثافه عاليه، فبالتالي بتلاقي ان الاوشانيك كراست، ركز في دي عشان مهمه قوي بقى، بركز فيها قوي قوي قوي. الاوشانيك كراست يا ولاد عندها هاي دنسيتي، كثافه عاليه جدا، انما الكونتيننتال مقارنه بيها عندها لور دنسيتي، كثافه اقل. مستر يعني الكونتيننتال سميكه جدا بس كثافه قليله، والاوشانيك اقل في السماكه بس في الكثافه اكتر. يعني مش فاهم يا مستر يعني ايه الكلام ده؟ هفهمك بطريقه بسيطه. لو انا جبت لك مثلا حوض، بص كده يا ولاد عشان ابسط طريقه ممكن افهمك بطريقه وهتفهمها من اول مره باذن الله. لو انا جبت لك حوض اهو، بص كده يا ولاد، حوض اهو اهو، والحوض ده يا معلم ماشي، مش تبقى فاهم بس الفكره، حطيت فيه مثلا ووتر. شايفين الووتر قد ايه؟ صغيره. وقلت لك حط في الباقي اويل، زيت، فالاويل هتحط منه كميه كبيره جدا زي ما انت شايف اهو. ده اويل، يا رب بس لونه اصفر يكون باين. تاني بقى الاسود عشان او ازرق عشان يبان اكتر. تمام. ايه اللي حصل يا ولاد؟ من حيث الكميه مين اكبر؟ بص ده كميته قد ايه؟ بص ده كميته قد ايه؟ هتقول لي الاويل كميته اكبر من الميه، اقول لك ممتاز جدا، يعني الاويل عنده ثيكنس اكتر، هو اكتر في الثيكنس، بس مع ذلك طلع فوق الميه. طب ليه الاويل طلع فوق الميه؟ هتقول لي عشان كثافته اقل، اقول لك حلو، يعني هو عنده سماكه بس كثافه قليله. فهمت الفكره؟ فهو بالتالي يا اولاد الاويل هنا بدل ما يكون اويل هنخليه الكونتيننتال كراست، القشره الارضيه. تمام. والووتر هنا هنخليها الاوشانيك كراست، قشره محيطيه. شفت بقى الفرق يا اولاد؟ شفت بقى الفرق في ايه؟ في ان الاوشانيك يا دوب 3 5 كيلو، بس 3 5 كيلو دول عنده هاي دينستي فبينزل لتحت، انما الكونتيننتال كراست حوالي 30 100 كيلو، بص ادي 30 100 كيلو بس كثافتها قليله فبتطلع لفوق. علشان كده يا صاحبي لما الميه والارض بيجتمعوا مع بعض، الارض هي اللي بتطلع لفوق والميه بتنزل لتحت، يعني اليابس بيطلع والارض بتطلع والميه بتنزل لتحت. بص على حافه القارات، حافه قاره افريقيا، بص كده على قاره افريقيا في الحافه بتاعتها هتلاقي المحيط موجود، هتلاقي المحيط ما بيطلعش فوق القاره، المحيط بينزل من تحت. طب ليه؟ عشان القشره الارضيه عندها لور دينستي، وده عنده لور دينستي بيطلع لايه؟ لفوق. انما الاوشانيك كراست اللي هو اللي بيكون المحيط عنده هاير دينستي فبينزل لايه؟ لتحت. وده اللي بيحصل، الاوشانيك بيطلع فوق سوري الكونتيننت بيطلع فوق والاوشانيك بينزل تحت. انت متخيل؟ فهمتها لك بزيت وميه، انا حاولت اجيبها لك بابسط طريقه زيت وميه، فاهم؟ اظن ذات ويل دو ذا تريك، يعني اظن ممكن دي تفهمك احسن حاجه يعني. تمام. طيب بص بقى عشان ناكد على الكلام دون، الارث كراست تاني. الارث كراست يا اولاد هي الثين اوتر زون اوف الارث، هي الطبقه اللي بنمشي عليها سواء اوشانيك او كونتيننتال. ادي كونتيننتال وادي اوشانيك عشان شايف الوضح كده عامل ازاي. حوالي 1% بس من الارث فاليوم زي ما اتفقت معاك بتتكون من روكس، صخور زي ما اتفقت معاك، اجنيس يعني صخور ناريه، سيديمنتري يعني صخور رسوبيه، وميتامورفيك يعني صخور متحوره. متحوره بالره، متحوره مش باللام، متحوره. صخور متحوره يعني بتتحور، يعني بتتحور هنعرف كمان شويه. تمام. طيب the earth crust زي ما اتفقت معاك بنقسمها لنوعين، يا كونتيننتال يا اوشانيك حسب الدنسيتي زي ما اتفقت معاك، وكمان الثيكنس واللوكيشن. الكونتيننتال دي اللي موجوده على اللاند، انما الاوشانيك دي اللي موجوده بينيث الاوشن والسيز. تمام. الثيكنس دي بتكون ثيكر من 30 ل 100، انما دي ثينر اقل من 3 ل 5. طيب بعد كده الفورميشن، التكوين بتتكون من سيليكا والومنيوم سميناها سيال.
انما دي يا اولاد سيليكا ومغنيسيوم وايرن وسميناها سيما. الدنستي دي ليس دنس انما دي دنسر. طب ليه؟ علشان عندها مغنيسيوم وايرن. زي ما اتفقت معاك المغنيسيوم والايرن بيكونوا عندهم دنستي عاليه جدا بس. وطبعا يا اولاد زي ما اتفقت معاك الكونتيننت هي اللي بتطلع لفوق والبروتود اباف سي ليفل بتطلع لفوق due to the ايه lower density عشان بيكون عندها lower density compared to oceanic crust. تمام يا ولاد؟ طيب تعالى بقى على الثانيه. مين الثانيه اللي معانا يا ولاد؟ المانتل. تعالى كده نتكلم يا صديقي على المانتل. بسم الله الرحمن الرحيم. المانتل نفس الفكره بالظبط، بنقسمها الابر مانتل ولور مانتل. تعالى بقى ركز فيها كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا ولاد كده خلصنا الطبقه الاولى اللي هي كراست. تعالى بقى نتكلم على الطبقه الثانيه اللي هي طبقه المانتل. نتكلم عليها صفحه جديده كده. تعالى نتكلم على المانتل. ايه طبقه المانتل دي بقى؟ الطبقه الثانيه اللي في باطن الارض. طبقه المانتل يا ولاد بتتكون من سيليكيتس من المغنيسيوم والايرن. مغنيسيوم اند ايرن سيليكيتس او سيليكيتس اوف مغنيسيوم اند ايرن. تمام؟ سيليكيتس اوف مغنيسيوم اند ايرن او ايرن مغنيسيوم سيليكيتس. المانتل يا ولاد نفس الفكره بالنص، هنقسمها لنوعين بس ركز فيها قوي بالله عليك مش هتلخبطك، مش ممكن تلخبطك. المانتل يا ولاد تبقى مثلا نقسمها ل upper mantle وكمان بنقسمها ل lower mantle. يبقى انا بقسمها لايه ولايه زي ما انت شايف؟ هقسمها ل upper mantle وكمان ل lower mantle. يبقى upper mantle و lower mantle. فيها مشكله ولا اي حاجه؟ يبقى مسكنا المانتل قسمناها الابر ولور. الفكره كلها يا ولاد بقى ان الابر مانتل مقسمينها، يعني الابر مانتل معانا متقسمه للابر. بص بقى مقسمه ازاي؟ upper part of upper mantle و lower part of upper mantle. مستر ايه العبث ده؟ يا مستر ايه العبث ده؟ يعني يا مستر حضرتك عايز تقول لي ان الابر مانتل مقسمينها لابر بارت ولور بارت؟ بالظبط كده. عشان كده الابر مانتل تاخد معانا شويه وقت. يبقى الابر مانتل يا ولاد زي ما انت شايف مقسمها لايه؟ الابر مانتل متقسمه لابر مانتل ولور بارت ومانتل. طب اللور متقسمه؟ لا مش متقسمه. يبقى انا المانتل متقسمه لابر مانتل ولور مانتل، الابر مانتل متقسمه لابر بارت ولور بارت. تمام؟ تعال نتكلم الاول على الابر بارت. بص على انت. الابر بارت ده عباره عن solid rocks، صخور صلبه. جزء الابر بارت دون، بص بقى ركز فيه، ركز فيه قوي. الابر بارت دون اللي احنا اتكلمنا عليه ده، تمام، مع الكراست اللي هي القشره اللي احنا اتكلمنا عليهم، الاتنين دول مع بعض بيكون لك اللايثوسفير اللي هو اصلا عنوان الشابتر. يعني يا مستر اللايثوسفير ده عباره عن الكراست اللي احنا اخدناه من شويه، ليه اوشانيك وكونتيننتال كراست، مع الابر بارت بتاع الابر مانتل. بالظبط الابر بارت بتاع الابر مانتل مع الكراست بيعملوا لك اللايثوسفير. يبقى مين هي اللايثوسفير؟ اللايثوسفير هي الابر بارت بتاع الابر مانتل، ابر بارت بتاع الابر مانتل. شفت؟ اتنين ابر بارت بتاع ابر مانتل مع الكراست يعمل لك اللايثوسفير. تمام؟ انما بقى اللور مانتل بتاع الابر مانتل، شفت دي؟ لور بارت اوف ابر مانتل بيكون، وركز فيها، عباره عن مولتن روكس، صخور مولتن. مستر مش مولتن جاي من كلمه كيك؟ مولتن كيك كده. شفت ده مولتن كيكس؟ مولتن كيك عباره عن شوكولاته سايحه جواها، صح؟ مولتن روكس نفس النظام، صخور سايحه. الصخور السايحه دي بنعرفها باسم مشهور جدا
الماجما، صخور الماجما. مستر مش صخور الماجما دي بتخرج من البراكين؟ الله ينور عليك، الماجما. فاللور بارت بيبقى معمول من مولتن روكس او ماجما. طب مستر معلش، اشمعنى في الابر بارت هي سوليد روكس انما هنا هي مولتن؟ هقول لك حاجه، انت مش في اللور بارت معناه انت بدات تنزل تحت، عمال تنزل عمال تنزل عمال تنزل، تقول لي اه، اقول لك حلو. طب وانت كل ما بتنزل تحت الضغط بيعمل فيه ايه؟ تقول لي الضغط بيزيد، اقول لك حلو قوي. انا معايا صخره سوليد وبدات انزلها تحت، فالضغط بدا يزيد عليها يزيد عليها يزيد عليها. الصخره السوليد دي مع مرور وقتها هتعمل ايه؟ تقول لي اه، هتضغط تضغط تضغط ودرجه الحراره هتزيد، فبالتالي هتسيح. يبقى بالتالي ليه ساحت؟ عشان حصل increase in البريشر في الضغط and temperature، حصل زيادة في الضغط ودرجة الحرارة، فبالتالي الصخور دي ساحت وكونت مولتن روكس سميناها ماجما. وطبقة اللور بارت دي يا ولاد بنسميها اسينو سفير، بركز في الاختلافات. اسينو، انما دي لايثو اسينو. يبقى الابر بارت بتاع الابر مانتل مع الكراست اسمه لايثوسفير، وده اللي احنا عايزين ندرسه. انما اللور بارت بتاع الابر مانتل بنسميه الاسينوسفير، وبيكون عباره عن ماجما او مولتن روكس نتيجه زياده التمبرشر والبريشر. خلصت. فيها حاجه ولا اي حاجه؟ طيب قبل ما اتكلم على اللور مانتل، تعالى بقى نشوف الابر مانتل عندنا الاول كانت بتقول ايه. بص الابر مانتل معانا زي ما اتفقت معاك، الابر مانتل بنقسمها لابر بارت ولور بارت. الابر بارت اللي زي ما اتفقت معاك ده تحت الكراست على طول سوليد روكس، وزي ما قلت لك الكراست مع الابر مانتل، الكراست مع الابر مانتل بيعملوا لنا ايه يا اولاد؟ لايثوسفير. انما اللور بارت ده اللي تحت اللايثوسفير، مش انا كده خدت بقى اللايثوسفير، تحتيها بقى في اللور بارت بتاع الابر مانتل اللي سميناه الاسينوسفير، اللي بيكون عباره عن سيمي مولتن روكس، صخور شبه سايحه سميناها الماجما، عندها هاي فيسكاسيتي، لزوجه عاليه. شفت الماجما بتاعت بيخرج من البراكين لزوجتها بتكون ايه؟ عاليه جدا، عندها لزوجه هاي فيسكاسيتي. وخلي بالك بتكون مسؤوله عن توليد الكونفكشن كارنتس، تيارات الكونفكشن، تيارات مهمه جدا جدا جدا، بتلعب دور مهم في التكتونيك بليتس او الالواح التكتونيه. ايه مثل الالواح التكتونيه دي؟ هناخدها كمان شويه، بس الالواح التكتونيه دي مهمه جدا عشان بتخلي القارات تتحرك. ايه ده يا مستر؟ هي القارات مش ثابته؟ القارات بتتحرك بعيد عن بعض او بتقرب من بعض، عامه مش ثابته. القارات بتتحرك والمحيط بيتحرك. هنعرف الكلام ده كمان شويه في نظريه الالواح التكتونيه، تمام؟ اللي بيولدها الكونفكشن كارنت او بتتحرك بسبب الكونفكشن كارنت بتاعه الاسينوسفير اللي فيها عباره عن مولتن ماجما، تمام؟ تعالى بقى على اللور مانتل يا اولاد. تعالى على اللور مانتل. اللور مانتل دي يا اولاد بقى بنسميها كده، خلص الابر مانتل. اللور مانتل بقى يا اولاد سهله جدا، بنسميها ميزو سفير. افتكرها مع مزونه ميزو، تمام؟ بنسميها يا ولاد الميزوسفير. طب اللور مانتل دي يا مستر عباره عن ايه؟ اللور مانتل يا ولاد دي حرفيا الروكس بتاعتها عندها سوليديتي، يعني صلابه بشكل مش طبيعي، سوليد جدا. ده انت صخور صلبه جدا، صخور صلبه قوي. مستر مش المفروض كده اللور مانتل دي تكون تحت الاسينوسفير او تحت اللور بارت بتاع الابر مانتل؟ ما انت عمال تنزل لتحت، يعني المفروض يا مستر الضغط يزيد اكتر ودرجه الحراره تزيد اكتر، فالمفروض تسيح اكتر مش تبقى عندها صلابه. ما انا هفهمك فكره، هنتفق معاك. درجه الحراره زادت بشكل كبير جدا، صح؟ هنتفق معاك. وفي نفس الوقت الضغط زاد، فانت زودت درجه الحراره فالصخور عايزه تسيح، وفي نفس الوقت زودت الضغط جامد، والضغط لما بيزيد بيخلي المواد السايحه دي تقرب من ايه؟ من بعض، فتضغط، فهي عايزه تسيح بس مش عارفه، فبدل ما تسيح بقى عندها صعوبه اكتر عشان في ضغط عالي قوي. يعني مثلا تقول لي الضغط العالي قوي ده بقى بيقاوم درجه الحراره؟ الله ينور عليك. فانا ليه يا اولاد اللور مانتل دي، ليه اللور مانتل دي يا اولاد الروكس عندها سوليديتي عاليه قوي؟ بسبب الامنس. يعني ايه امنس؟ يعني هائل، حاجه مهوله. الامنس بريشر، الضغط المهول
اللي حرفيا بيوفركم او بيتغلب على درجه الحراره المهوله. فنتيجه الضغط المهول دون الروكس تفضل سوليد بدل ما تسيح. تمام؟ وده اللي هنقراه هنا. يبقى زي ما اتفقت معاك اللور مانتل دي تحت الارث كراست، تحت مين بالظبط؟ تحت الاسينوسفير. الروكس ار كاركترايزد باكستريم سوليديتي، عندها سوليديتي صعبه جدا. ليه؟ ديو تو الاكسبوجر تو يا اولاد ايه؟ الامنس بريشر، بسبب الضغط العالي جدا اللي كل ما بيزيد، كل ما بينزل تحت كل ما بيزيد. that increase with depth، اللي بيزيد مع ايه يا اولاد؟ الدبث. فبالتالي يا اولاد although temperature in mesosphere extremely high، زي ما اتفقت معاك درجه الحراره بتكون عاليه جدا، بس الهاي بريشر keeps the rock in their solid state. بس الضغط العالي هو اللي بيخلي الصخور في حاله السوليد بدل ما يسيحوا. تمام؟ which gives it a unique physical property، ودي طبعا حاجه ايه؟ يونيك، حاجه خاصه بيها هي، حاجه خاصه بهذه الطبقه بس. تمام يا ولاد؟ طيب الطبقه الاخيره الكور، مش قلت 3 طبقات؟ طيب نسينا بس نقول ان المانتل يا ولاد معلومه مهمه ولا قلناها؟ ما قلناش ان المانتل يا ولاد بتمثل حوالي 67% من الماس بتاع الارث، من كتله الارض، حوالي 2/3. تمام؟ وكده يا صديقي نكون خلصنا الايه؟ المانتل. التالتة والاخيره بقى وهي الكور، نواة كوكب الارض او النيوكليس، النواة، الكور. بصوا يا ولاد، الكور دي الحاجه الثالثه اللي معانا، النواه بتاعت كوكب الارض، ودي بتبقى مليانه طبعا دي بقى تحت المانتل. دي بقى يا ولاد اللي مليانه ايرن اند نيكل، مليانه حديد ونيكل، وبتمثل حوالي 33 حوالي 33 كده من الارث ايه؟ ماس، حوالي 33 من الارث ماس. طب الكور بنقسمه لايه؟ لاوتر كور وانر كور، فبالتالي هو كمان هيتقسم ل اوتر كور، وكمان هنقسمه ل inner core. مستر ايه الفرق؟ تعالى نعرف الفروقات ما بينهم. بصوا يا ولاد، الاوتر كور بيكون مولتن، سايح تماما. تمام؟ انما الانر كور بيكون solid، صلب تماما. ده بيكون مولتن عشان درجة الحرارة بتاعته بتوصل ل 5000 درجة مئوية، 5000 degree سلسيوس. نهار اسود، انت عارف يا ولاد ان 5000 درجة مئوية دي حرفيا درجة حرارة سطح الشمس؟ مستر درجة حرارة سطح الشمس 5000؟ سطح الشمس درجة حرارته 5000. نفس درجة حرارة الشمس دي متولدة عندنا في نواة الكوكب، يعني في نص الكوكب كده هو درجة حرارة توصل 5000 درجة. شواية. تمام؟ هنا ما قالناش كام، قالنا هي بس التمبريتشر بتكون اكستريملي هاي تمبريتشر، درجة حرارة عالية جدا. طب كام؟ ما قالناش. طيب حاجة كمان لازم اكون عارف ان الاوتر كور ده يكون عامل كده. بص يا ولاد، ده الاوتر كور اهو. تمام؟ الاوتر كور جواه الانر كور، ده الانر كور، اللوب الداخلي، بنسميه بالعربي اللوب الداخلي واللوب الخارجي، وده الاوتر. الفكره كلها ان الاوتر سايح يا ولاد، وعمال طول الوقت بيلف بالمنظر ده. فالانر هي صلبه ثابته في النص كده، والاوتر عمال بيعمل ايه يا ولاد؟ بيلف حوالين الانر. طب المشكله يا مستر حبيبي نتيجه الحركه دي ان الاوتر اللي هو مولتن عمال بيلف حوالين الانر اللي هو سوليد، عمال يلف حوالينه كده، بيبدا يتولد magnetic field of earth، المجال المغناطيسي لكوكب الارض. ثانية واحدة يا مستر، المجال المغناطيسي بتاع كوكب الارض بيتولد نتيجة ان عندي اوتر كور بيكون مولتن، سايح، صخور سايحة، عمال بيروتيت او بيريفولف، بيلف حوالين inner core عبارة عن solid، بالظبط كده،
عباره عن سوليد روكس، صخور صلبه بالظبط كده. انما انا قلت روكس بالظبط كده يا اولاد. والنوع عشان يلف حواليه بيبدا يولد المجال المغناطيسي لكوكب الارض اللي بيبروتكت اس، اللي بيحمينا protects us from cosmic rays، from harmful cosmic rays، بيحمينا من الاشعه الكونيه المضره and solar particles، والجزيئات او اشعه الشمس الضاره. solar يعني شمسي، particles جسيمات او جزيئيات، وجسيمات الشمس الضاره زي الفا بارتكلز وبيتا بارتكلز والجاما ريز، الاشعه المضره اللي بتسبب اشعاع حتى في ثالثه اعدادي. تمام. اتحضر الجزء ده كده مع بعضنا في الملزمه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. فين كده اهو الكور ده الانر موست موجود جوه خالص زي ما اتفقت معاك، عباره عن ايرن ونيكل وحوالي 33% او 1.3 من ايرث ماس زي ما اتفقت معاك. طيب بيديفايد انتو ايه؟ لاوتر كور وانر كور. الاوتر بيكون مولتن ليكويد، انما الانر سوليد ديو تو الامنس بريشر، بسبب نفس الفكره بتاعه الايه؟ بتاعه اللور مانتل. فاكر اللور مانتل؟ كان نفس الفكره بالظبط، كان سوليد ديو تو الامنس بريشر. تمام. طيب هنا التمبرتشر حوالي 5000 ديجري، هنا فيري هاي، والدنستي كمان هاي. هايست دنستي، اعلى دنستي موجوده فين يا اولاد؟ في الانر كور. هايست دنستي في الانر كور، معلومه مهمه جدا. طيب طبعا بسبب الموفمنت اوف مولتن ايرن اند نيكل ان ذا اوتر كور اراوند ذا انر، بسبب ان الاوتر عمال يلف حوالين الانر بيولد ايه يا اولاد؟ ايرث ماجنتيك فيلد زي ما اتفقت معاك. طب الايرث ماجنتيك فيلد ده الامبورتنس بتاعته يا اولاد؟ بروتكت ايرث فروم هارمفول راي زي ما اتفقت معاك، هارمفول كوزميك راي، اشعه كونيه مضره، وكمان شيلدز بيحمي درع حول الارض من السولار بارتكلز او اشعه الشمسيه. وكده يا صديقي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نكون خلصنا طبقات الارض، ونعرف بقى نبدا نعرف اللايسوسفير بشكل افضل. طبعا من اللي انت فهمته ان اللايسوسفير زي ما اتفقت معاك هي عباره عن ايه؟ فاكر اللايسوسفير؟ قلت لك ده عنوان الدرس بتاعنا اصلا، كنت بشرحها. قلت لك ايه هي؟ ده يا صديقي الابر بارت بتاع الابر مانتل، هو الابر بارت بتاع الابر مانتل ومعاه الارث كراست. يبقى هو الارث كراست مع الابر بارت بتاع الابر مانتل، هو ده اللايسوسفير يا اولاد. ده الاوتر بارت بتاع كوكب الارض اللي احنا بنمشي عليه، اللي هي القشره ومعاها الابر بارت بتاع الابر مانتل. هو ده يا صديقي اللايسوسفير. هو ده المكان يا صاحبي اللي بيحصل فيه ايرثكويكس، زلازل، فولكينوز، براكين، وغيره من الجيولوجيكال فينومينا او الظواهر الجيولوجيه. الظواهر الجيولوجيه كتير بتحصل في الجزء بتاع اللايسوسفير دوت. وحتى اللاند فورمز، هبوط الارض فجاه. فبالتالي يا اولاد والجبال وكل الكلام ده بيحصل فين يا اولاد؟ في اللايسوسفير. اللايسوسفير يا اولاد اللي هو تاني الكراست مع الابر بارت في الابر مانتل، بيمتد حوالي كام يا اولاد؟ بيمتد حوالي 100 كيلو متر، وبيتكون من 3 مكونات اساسيه، وعايز اسمعهم منك ال3 مكونات دول، وهم الروكس اللي هي الصخور، اللي ممكن زي ما اتفقت معاك تكون 3 انواع، قلتهم لك قبل كده اقولهم لك تاني، اللي ممكن تكون اجنيس يعني صخور ناريه، او سيديمنتري صخور رسوبيه، او ميتامورفيك صخور متحوره بالره مش باللام. والروكس دي بتتكون من مينرالز، معادن زي معدن الحديد الايرن، زي السيليكا، زي الالومنيوم، زي المغنيسيوم، معادن مينرالز. فدي البيزك بيلدينج يونت اوف روكس. المينرالز دي هي اللي بتكون الصخور. تمام. وبنستخدمها في الاندستري، في الصناعه، زي الذهب، زي الحديد، زي الفضه، كل ده معادن. تمام. وعندهم طبعا كيميكال كومبوزيشن ثابته وكريستالين ستراكشر. وثالث حاجه يا اولاد وهي الايه؟ السويل، التربه. يبقى مين هم ال3 مكونات بتوعنا اللي بيكونوا اللايسوسفير؟ روكس، مينرالز، سويل. الموضوع بسيط، روكس ومينرالز وسويل. السويل طبعا مهمه عشان الاجريكلتشر، الزراعه. احنا بنزرع فين؟ في السويل، في التربه. فالتربه يا اولاد مهمه عشان الاجريكلتشر، وهي ناتشرال ايكو سيستم، ايكو سيستم طبيعي بيبقى ملجا لحيوانات كتير، النمل والدود ومعظم الكائنات بتستخبى لنا تحت التربه. تمام يا اولاد؟ ونورتشز بلانت، وبتغذي النبات، بتمد النبات بالميه والموالح. اند اخيرا ريتينز نيوترينز، بتحافظ على المواد الغذائيه. تمام يا ولاد؟ يبقى ايه هم 3 مكونات بتوع اللايسوسفير؟ 3 سالين، روكس، مينرال، سويل. روكس صخور، مينرالز المعادن، والسويل والتربه، يعني حاجات بسيطه.
تمام. طيب احنا بقى عايزين يا اولاد نعرف الامبورتنس اوف لايسوسفير على الاذر سفيرز. يعني يا مستر عايز اعرف علاقه اللايسوسفير بالطبقات بتاعتنا، بالاتموسفير وكمان بالبايوسفير وكمان بالهيدروسفير. ايه علاقه اللايسوسفير بتاعتنا بالثلاث طبقات التانيين؟ نخلص العلاقه اللي ما بينهم وبين الثلاث طبقات وناخد التكتونيك بليت ويكون الدرس خلص. شوف درس جميل ازاي. بس اهم حاجه يا اولاد لو انت هتبقى عايز تتابعنا ركز بقى معايا كده. انا خلاص ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي كده اكون خلصت المنهج. هو كده كده اخر الدرسين دول سهلين جدا. طبعا خلاص يعني النهايه اقتربت جدا كمان، وبنجهز لك مراجعات من دلوقتي. اصلا مراجعات ان شاء الله تكسر لك الدنيا، تضمن لك الفول مارك باذن الله. فلو يا صديقي الفيديو ده عجبك وانت شايف ان انت بتستفيد، ما تبخلش علينا بالكلمه الحلوه زي كل مره. الكومنتات بتاعكم دايما بتنورنا. ولو عايز تكون كسبان زي الناس اللي كسبت في اول فيديو دي، كل اللي تعمله تكتب لنا اسمك. ماشي، اكتب اسمك في كومنت والمحافظه بتاعتك اللي انت بتتفرج عليها منها او المنطقه بتاعتك يعني. وتالت حاجه اكتب لنا كلمه حلوه او دعوه حلوه من قلبك، لان احنا الفيديو دي والله بتعب فيها جامد جدا. بنتعب فيها جامد جدا، مش انا لوحدي كمان اللي بتعب، التيم اللي معايا كله بيتعب والله، سواء اللي كانوا لازم بيحضروا ملازم او اللي ماسكين صفحه اليوتيوب او اللي كانوا بيمنتجوا او اللي كانوا بيرفعوا او حتى اللي في السناتر. كلنا بنتعب مع بعضينا. فاحنا عشان نتعب ونحاول نوصل لك المعلومه بشكل مبسط زي ما انت شايف كده ونحاول يعني زي ما انت شايف بنمسك لك الدرس نفصفصه مش كلمه مش بنقراها، الموضوع بيكون متعب. فانا بنكمل لما احنا بنقرا كومنتس. لما نقرا كومنتس الموضوع بيكون لطيف بصراحه. لما بنقرا كومنتس وبنشوف قد ايه انتوا بتشجعونا، قد ايه انتوا تقولوا كلام حلو، قد ايه دعواتكم جميله، دي حاجه بتشجعنا اللي احنا نكمل. انا عايز اقول لك اللي بيقعد يقرا في الكومنتس ده بيكون انا. يعني انا بروح بالليل كده بقعد افتح اليوتيوب، بقعد ادور بس على الكومنتس، بقعد ارد عليها. يعني الكومنتس بتكون تبقى حلوه جدا 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 جدا. وطبعا شكر خاص لطلاب المنصه بصراحه الكويزات بتاعتكم درجاتكم حلوه، درجاتكم عجباني جدا. الاساتذه بيتابعوا اولياء اموركم كل اسبوع بيبعتوا لهم الدرجات. انا فخور جدا بدرجاتكم بصراحه، درجاتكم مكسره الدنيا. وان شاء الله طبعا يعني باذن مشيئه الرحمن يعني احنا خلال الاسبوع الجاي نكون خلصنا المنهج ونستلم درسين ممكن ناخدهم مع بعض. اصلا درسين سهلين جدا جدا جدا. الدرس الاخير ده ملوش لازمه اصلا، فممكن يعني سهل وهنشرحه مع الدرس اللي قبل الاخير عادي. ونبدا مراجعات باذن الله على طول. طيب فما تنساش يا صديقي تكتب لنا كلمه حلوه واسمك واسم المحافظه بتاعتك عشان تكون الكسبانين. الفيديو الجاي هنعلن عن الكسبانين بالفيديو دون. اكتب الكومنت بتاعك ويمكن الكومنت بتاعك يكسب ونكسب، واللي بيكسب يا اولاد هنوزع عليه 150 جنيه برده. هيتواصل مع الرقم بتاعنا اللي هو 015 دون اللي كنت قايل لك عليه، موجود في المزنه بتاعتنا هنا اهو. فين رقم 015 اهو، تمام. بيبعت عليه بالاسم الاكونت بتاعه اللي هو عامل بيه كومنت دون، واحنا طبعا بنحوله فلوس فودافون كاش او انستا باي المتاح عندك. فما تبخلش علينا بكلمه حلوه يا صاحبي. طيب تعالى بقى نعرف ازاي اللايسوسفير بيأثر على. طيب تعالى صديق على اول تأثير، وهو تأثير اللايسوسفير على الاتموسفير. ازاي اللايسوسفير بتأثر على الاتموسفير؟ قال لك بطريقه بسيطه جدا. اللايسوسفير بتأثر على الاتموسفير عن طريق ان هي بتريديوس الكربون دايوكسيد اللي موجود في الاتموسفير. طب ازاي يا مستر بتقلل الكربون دايوكسيد؟ قال لك بطريقه ذكيه جدا. بص يا صديقي، اللايسوسفير فيها مجموعه كتير من الصخور زي ما اتفقت معاك. في بعض من الصخور بنسميها سيليكت روكس. السيليكت روكس دي يا اولاد بتكون صخور مليانه معدن او مينرال اسمه كالسيوم بايروكسين، واختصاره بيبقى CaSi سيليكون O3، كالسيوم سيليكون 3 اكسجين اتومز. ده اختصار الكالسيوم بايروكسين، تمام. ده مينرال بيكون السيليكيت روكس. طب ايه امثله السيليكيت روكس؟ ايه الصخور؟ صخور زي مين؟ زي صخور البازلت، هي اسمها كده البازلت روكس، صخور البازلت، وصخور دي كده الجبرو، وصخور الجبرو بالعربي برضو اسمها الجبرو، زي صخور البازلت والجبرو. مستر معلش انا عندي سؤال مهم بس، يعني حضرتك دلوقتي بتقول لي لا انا عندي صخور اسمها الجبرو والبازلت. صخور الجبرو والبازلت دي يا مستر بتتكون معدن اسمه الكالسيوم بايروكسين، فسميناها صخور السيليكيت. طب ليه سيليكيت؟ عشان فيها سيليكون هنا اهو، ده سيليكون، تمام. مش كده قلنا سيليكيت، تمام. الصخور دي بتقلل نسبه الكربون دايوكسيد في الهواء. مظبوط كده انت فهمت صح. معلش يا مستر انا اسف، انا معلش اعتبرني جاهل. ازاي حبه صخور بيقلل نسبه الكربون دايوكسيد في الهواء؟ تعالى افهمك. بص يا ولاد،
الصخور دي بتعمل عمليه مشهوره جدا اسمها عمليه كيميكال ويذرنج، تعريه كيميائيه. انت عارف اوريدي يعني ايه ويذرنج؟ ويذرنج يعني عوامل تعريه. عوامل التعريه يا اولاد معناها بكل بساطه شديده ان الصخور بتتكسر او بتتفتفت بمعنى صخره نتيجه عوامل التعريه. الصخره بتتفتت وبتتكسر لحتت كتير، فدي اسمها تعريه كيميائيه بتحصل نتيجه كيميكال رياكشن، تفاعل كيميائي. فايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان صخور البازلت والجبروروكس اللي بيتكونوا من كالسيوم بايروكسين زي ما اتفقت معاك بيبداوا يعملوا كيميكال ويذرنج. ولما بيعملوا كيميكال ويذرنج ده بيكون بسبب ان هم بيتفاعلوا كيميائيا مع ماده مشهوره اسمها CO2 كربون دايوكسيد و H2O ووتر. فلما بيتفاعلوا يا اساتذه بيبدا يحصل كده كام حاجه. اول حاجه بيتكون عندنا كالسيوم لوحده، كالسيوم ايونز لوحدها، ايونات من الكالسيوم. تاني حاجه بيتكون بايكربونات لوحده. مستر مين البايكربونات ده؟ البايكربونات اختصاره HCO3 نيجاتيف. ما انت عارف البايكربونات حل في مشكله. فيبقى ده نتيجه التفاعل ده، نتيجه الكيميكال ويذرنج بتاع البازلت والبازلت والجبروروكس اللي بيتكون كالسيوم ايونز وبايكربونات ايونز. فيها مشكله؟ طيب بعد كده الكالسيوم والبايكربونات الاتنين كده يتفاعلوا مع بعض يديك الحاجه الثالثه وهو تكوين الكالسيوم باي كربونات. يعني يا مستر الكالسيوم يخرج لوحده والبايكربونات يخرج وبعد كده الاثنين ينضموا مع بعض بالظبط كده يكون ماده اسمها كالسيوم بايكربونات، اختصارها بيبقى CaHCO3 ثانيه واحده كده بس ما بين قوسين واخره 2 CaHCO3 بالمنظر ده. تمام. تاني دي ماده اسمها ايه يا ولاد؟ ماده اسمها كالسيوم كربونات، كالسيوم بايكربونات انا اسف. يبقى تاني من الاول عشان ما تضيعش مني بس ايه اللي حصل كده. يبقى اللي حصل تاني من الاول معانا يا ولاد ان ازاي اللايسوسفير بيأثر على الاتموسفير. قال لك اللايسوسفير بيأثر على الاتموسفير عن طريق انه بيقلل الكربون دايوكسيد. طب بيقلل الكربون دايوكسيد ازاي؟ جبنا مثال وهو زي الكالسيوم بايروكسين، الروكس اللي فيها كالسيوم بايروكسين. مين الروكس دي؟ زي البازلت والجبروروكس فيها كالسيوم بايروكسين معدن وسميناها السيليكيت عشان الكالسيوم بايروكسين فيها سيليكون. تمام. بيحصل عمليه كيميكال ويذرنج. بيحصل عمليه ايه يا ولاد؟ كيميكال ويذرنج للروكس اهو. طب الكيميكال ويذرنج ده بيحصل يعني ايه؟ يعني نتيجه تعريه بالتفاعل كيميائي بكيميكال رياكشن زي الكربون دايوكسيد والووتر لما يتفاعلوا مع الصخور دي. لما الكربون دايوكسيد والووتر بيتفاعلوا مع الصخور دي بيكون كالسيوم لوحده وبايكربونات لوحده، بعد كده بينضموا لبعض يكونوا لك كالسيوم بايكربونات. موضوع بسيط ما تصعبهاش. طب وبعدين الكالسيوم بايكربونات دي بتبدا تدوب في الميه. الكالسيوم بايكربونات تبدا dissolves in water، تدوب في الميه. مستر والكالسيوم كربونات بايكربونات بيعرف يدوب في الميه؟ ما انت واخد كده في الترم الاول. فاكر الترم الاول لما قلنا عندنا كالسيوم كربونات بيتحول لكالسيوم بايكربونات نتيجه زياده الكربون دايوكسيد فبيدوب في الميه اهو. فالكالسيوم بايكربونات بيتكون وده بيدوب في الميه يا ولاد. ولما يدوب في الميه تبدا تترانسبورت، تنقله ترانسبورت مين مستر؟ ادي عايد على مين يا مستر؟ على الكالسيوم بايكربونات ده في الميه. فالكالسيوم بايكربونات يدوب في الميه، بعد كده الووتر تعمل له ترانسبورت تنقله زي الريفر مثلا، الريفر ينقله النهر لحد ما في الاخر توصله للسي لبحر. وهناك
يبدأ الكالسيوم بايكربونات يترسب، يبريسيبيتيت، يترسب as كالسيوم كربونات من غير الباي، اللي اختصارها بيبقى CaCO3. والكالسيوم كربونات اللي واخد في الترم الاول الكائنات الحيه تستخدمه عشان تعمل منه ايه؟ العظم والصدف بتاعها في البحر زي ما خدت الترم الاول، زي الايكينوديرمز والستار فيش والسي شيلز وكل الكلام اللي عنده جلد عظم من بره ده. تمام؟ زي ما اتخدت الترم الاول. يبقى زي ما انت شفت يا اولاد اللي حصل ايه؟ اللايسوسفير بيأثر على الاتموسفير عن طريق انه بيقلل الكربون دايوكسيد. ازاي بيقلل الكربون دايوكسيد؟ نتيجه ان هو بياخد الكربون دايوكسيد من الهواء في عمليه الكيميكال ويذرنج اللي بيحصل فيها، اللي انا بيكون معايا روكس زي البازلت والجبرو اللي يعتبروا سيليكت روكس اللي عندهم كالسيوم بايروكسين وسميناها سيليكت عشان فيها سيليكون، مره رابعه بقولها لك اهي. بيحصل لهم كيميكال ويذرنج عن طريق ان هم بيتفاعلوا مع الكربون دايوكسيد من الهواء، بياخدوا الكربون دايوكسيد من الهواء يتفاعلوا معاه، فالكربون دايوكسيد اللي بتفاعلوا بتقل ووتر. فلما ده يحصل بيكون كالسيوم وبايكربونات، بعد كده الكالسيوم وبايكربونات يلزقوا في مع بعض، بعد كده الكالسيوم بايكربونات دون يدوب في الميه، وبعد ما يدوب في الميه يتنقل عن طريق الانهار لحد ما النهر يصب الكالسيوم بايكربونات اللي دايب دون، اللي دايب يصبه في البحر. في البحر الكالسيوم بايكربونات يبدا يترسب يبريسيبيتيت از كالسيوم كربونات. تمام؟ اهي اهي تعالى كده مع بعضينا اهي. يبقى تعالى هنروح كده سريعا. ايه تاثير اللايسوسفير على الاتموسفير؟ زي ما اتفقت معاك ان اللايسوسفير بيأثر على الاتموسفير في عمليه الكيميكال ويذرنج. طب دي بتحصل ازاي يا اولاد؟ عن طريق انه بينظم نسبه الكربون دايوكسيد في الهواء زي ما اتفقت معاك. ازاي ده بيحصل يا اولاد؟ بالسيليكت روكس. السيليكت روكس اللي هي صخور السيليكت زي البازلت والجبرو اللي مشهورين بمينرال او بمعدن اسمه ايه يا اولاد؟ كالسيوم بايروكسين. طب ايه اللي بيحصل؟ ان هم بيتعرضوا لووتر وكربون دايوكسيد، وبعد ما يتعرضوا لووتر وكربون دايوكسيد فاكر كنت كاتب ايه؟ يا ريت كنت فاكر. اول حاجه يبدا يكون كالسيوم ايونز، اول حاجه ريليس كالسيوم ايون، يكون لي كالسيوم ايونز بتخرج، وبعديها يبدا يكون بايكربونات ايونز، الكالسيوم ايون تفاعل مع البايكربونات ايون فيكون لك ثالث حاجه كالسيوم بايكربونات. الكالسيوم بايكربونات يتكون بعديها يديزولف ان ذا ووتر، يدوب في الميه، وبعديها يحصل له ترانسبورت او يتنقل، فيديزولف كالسيوم بايكربونات is carried by the river، يتنقل بالانهار لحد ما في الاخر يبريسيبيتيت ان ذا سي، يحصل له تسريب او يترسب في البحار على شكل كالسيوم كربونات، ويبقى جزء من السوليد سيديمنت في البحر، والسمك والصدف ياخده عشان يعمل العظم بتاعه. توته خلصت الحدوته. بص هنا ايكويشن، بص على الايكويشن دي CaSiO3 اللي هو طبعا الكالسيوم بايروكسين مع كربون دايوكسيد وشويه ووتر، ده طبعا كده يعملوا كربونيك اسيد، يديك ايه طبعا؟ كالسيوم بايكربونات و H4SiO4 مش عليك. طيب كده انا استفدت ايه من هذا الكلام؟ استفدت ان طبعا اللايسوسفير بياخد الكربون دايوكسيد من الهواء عشان يعمل التفاعلات دي، فبما ان اللايسوسفير بياخد الكربون دايوكسيد من الهواء فهو كده بيقلل نسبه الكربون دايوكسيد. قللت نسبه الكربون دايوكسيد يبقى انت قللت من الجرين هاوس جازز، قللت من الجلوبال وارمنج او الاحتباس الحراري، فبالتالي بتريجوليت الكومبوزيشن اوف اتموسفير، بتنظم مكونات الغلاف الجوي، وكمان بتقلل CO2 وبتساعد في الجرين هاوس افكت. شكرا. تعال بقى ناخد تاثير اللايثوسفير على الهيدروسفير. كده خلصنا تاثير اللايثوسفير على الاتموسفير. تعالى بقى تاثير اللايثوسفير على الهيدروسفير، ودي مش محتاجه اكتبها يا اولاد، احنا ممكن نقراها سريعا، هي سهله جدا جدا جدا، تخش 3 دقايق على بعض والله، ولا 3 دقايق بالظبط. بص هنا ايه اللايثوسفير ازاي بتاثر على الهيدروسفير يا اولاد؟ ازاي الغلاف الكروي بتاع الارض بيأثر على الغلاف المائي، بيأثر على الميه. قال لك بيأثر عليها يا اولاد بطريقه بسيطه جدا، وهي بس الموبايل على جنب عشان كان بيرن، معلش يا اولاد. جيب الميه اشرب وتشرب. الميه حلوه، اشرب ميه. الميه حلوه، اشرب ميه. بصوا يا ولاد، زي ما كنا بنقول ازاي بقى اللايثوسفير بيأثر على الغلاف المائي الهيدروسفير؟ سريعا جدا يا ولاد، بيأثر عليها يا اولاد عن طريق ان احنا عندنا معادن كتير بتدوب في الميه. يعني ايه معادن بتدوب في الميه؟ يعني في ايرن وكالسيوم ومغنيسيوم، كل دي يا اولاد سولت وكونسنتريشن ديزولفد ان ايه يا اولاد؟ في الميه، بتدوب في الميه. والمعادن دي كلها جايه من مين؟
جايه من اللايسوسفير، ما اللايسوسفير هو اللي فيه المعادن، فبالتالي المعادن اللايسوسفير بتدوب في الميه بتاعت الهيدروسفير، فبالتالي ده التاثير. بسيطه اهي، فيها حاجه ولا اي حاجه. يبقى يا اولاد when water passes through different rock، لما الميه بتعدي في الصخور المينرالز المعادن اللي في الصخور دي بتدوب في الميه، زي مين يا اولاد؟ زي الايرون والكالسيوم والمغنيسيوم. فبالتالي يا اولاد بتلعب دور مهم جدا في الهيدروسفير، زي ما انت شايف كده اللايسوسفير بتلعب دور مهم جدا في الهيدروسفير، لان هي كده بتدي للهيدروسفير المعادن اللازمه للسمك ان هو يعيش والنباتات المائيه ان هي تعيش، لان كده اللايسوسفير بتدي لها المعادن اللي فيها. بس الفكره كلها يا اولاد ان لو المعادن دي الليميت بتاعها زاد في الميه، يعني لو في معادن دابت كتير قوي في الميه، دابت كتير قوي 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 في الميه، ساعتها للاسف الشديد هيعمل لك ووتر هاردنس، صلابه في المياه. طبعا الاسم يخض ازاي الميه بتتصلب. انا ما قصديش ان الميه تتصلب ان الميه بتبقى صلبه، لا، انا قصدي الميه صلبه معناها ان نسبه الملح اللي دايب او نسبه المعدن اللي دايبه بقت ايه يا اولاد؟ بقت زياده جدا 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 في الميه. ده معناه يا اولاد هي بيحصل لما يكون عندي هاي كونسنتريشن، نسبه عاليه 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 من البوزيتيفلي تشارجد ايونز، من تشارجد ايونز، ايونات موجبه دايبه في الميه من المعادن. زي مين يا صاحبي؟ قلت لك زي الكالسيوم وزي المغنيسيوم. تمام؟ كالسيوم ومغنيسيوم وكمان الايرون. تمام؟ الكوزز، الاسباب زي ما اتفقت معاك ان الميه بتجري في صخور بالمنظر ده. بص كده يا ولد، في بالك بطريقه احسن بكتير اهي. عندك ميه اهي بتجري، دي يا عم شويه صخور في اللايسوسفير. طبعا انت عارف ان الميه بتجري في الارض عادي، فالميه وهي بتجري عماله بتدوب المينرالز، المعادن اللي موجوده في الصخور. الفكره كلها ان المعادن دي لو بقت كتير قوي في الميه دي هتبقى هارد، هيعمل حاجه اسمها ووتر هاردنس. زي معادن ايه مثلا؟ زي معادن الكالسيوم، المغنيسيوم، والايرون، الاف اي. دي الفكره كلها يا ولاد، بس كده. وده هيؤدي الى ايه يا ولاد؟ هيؤدي الى السوب بيكام ليس افكتيف. يعني ايه يا مستر؟ يعني تفتح الحنفيه، ده بيحصل في الانابيب بتاعه الميه، فتفتح الحنفيه الميه تنزل لك، تقعد تغسل لك بالصابون، تلاقي الصابونه ما فيهاش رغوه، فتغسل بالصابون تلاقي الصابونه ما بقتش شغاله. طب الصابونه بايظه، تقعد تغير في الصابون وتلاقي الصابون كله مش شغال. فانت تلاقي الصابون كله مش شغال وانت مش فاهم ليه. المشكله مش في الصابون، المشكله في الميه نفسها. الميه بقى فيها نسبه كبيره جدا من الكالسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والايرون، بقى فيها نسبه عاليه قوي منها، بقى فيه ووتر هاردنس، الصابونه بقت ليس افكت، مش عليها تاثير. الحاجه الثانيه يا اولاد، المواسير نفسها، الووتر بايبس نفسها او البويلرز نفسها، يبدا يترسب فيها اللايم ده كله، اللايم سكيل ديبوزيتس، يعني الترسبات الكالسيميه اللي هي من الكالسيوم، يعني هتبدا تترسب في الميه، في الانابيب الميه، فبالتالي الانابيب تتسد والميه ما تعرفش تجري ولازم نغير الانابيب. دي الفكره كلها. طيب تمام يا ولاد؟ طبعا هنا بيقول لك جزئيه ممكن نقراها مفيش حاجه برضو، بيقول لك ان نسبه السوليابيليتي او الذوبان بيختلف من منطقه لمنطقه. اكيد شيء طبيعي جدا الذوبان يختلف من منطقه لمنطقه. طيب احنا بقى جايين نعرف ازاي الذوبان دون بيتاثر. ليه الذوبان ده بيتاثر؟ عندنا يا ولاد عناصر بتاثر على المينيال سوليابيليتي، دول بقى مهمين وهشرحهم لك بالتفصيل عشان دول مهمين جدا جدا جدا. ايه الفاكتورز اللي بتاثر على المينرال سوليابيليتي او فاكتورز افكتنج مينرال سوليابيليتي؟ ايه العناصر اللي بتاثر على ذوبان الموالح في الميه او ذوبان المعادن في الميه؟ بص يا ولاد، احنا عندنا كده بسم الله الرحمن الرحيم كام فاكتور؟ 4 لازم نقولهم. تعالى الاول فاكتور معانا وهو النيتشر اوف كيميكال بوندز. يبقى تعالى نبدا كده ب الفاكتورز، العناصر affecting التي تؤثر mineral solubility in water، في ذوبان المينرال في المياه. العناصر دي بص يا ولاد، اول عنصر معانا زي ما اتفقت معاك وهو النيتشر اوف بوند ان مينرالز، نوع البوند نفسها. ليه يا مستر؟ حبيب قلبي انت في ثالثه اعدادي واخد معلومه مهمه جدا،
واخد ان البوندز يا بتكون ايونيك بوند يا تكون كوفيلنت بوند. تقول لي طب ايه المشكله؟ ما انت واخد الكلام ده في يونت 1 ليسن 2 في الثالثه اعدادي في الترم الثاني، فالعناصر اللي بتاثر على الكيميكال رياكشن. هنا بقى العناصر اللي بتاثر على ذوبان الموالح. بص يا ولاد، الكوفيلنت بوند دي يا ولاد والايونيك بوند، انت واخد الايونيك بوند يا ولاد التفاعل بتاعها بيكون سريع. طب ليه سريع؟ علشان بتتكسر الايونز في الميه بسهوله جدا، فدي dissolves easily in water. الايونيك بوند يا ولاد لما بتتكسر بتديزولف بسهوله جدا في الميه، dissolves easily in water. انما هنا لا، مش easily خالص، هنا takes time، بتاخد وقت كبير قوي، وساعات كتير اصلا doesn't dissolve، وساعات كتير ما بتضبش كوفيلنت. وده اللي هنلاحظه. يبقى اول عنصر معانا هو النيتشر اوف كيميكال بوند. زي ما اتفقت معاك النيتشر او التايب اوف كيميكال بوند بيفرق، يا اما ايونيك يا اما ايه زي ما اتفقت معاك كوفيلنت. الايونيك بتديزولف ايزلي، انما هنا ديسوشيت او تيكس مور تايم فيري سلولي، ببطء جدا جدا جدا. طبعا هنا زي الكالسيوم كربونات اللي لسه واخدينه وده يا ولاد اللي بيكون موجود في اللايم ستون روكس. طبعا واحد يسال مستر معلش اللايم ستون روك دون اكتب معناه. اللايم ستون روك يا ولاد ده اللي هو الحجر الجيري، الحجر الجيري. تمام، بيحتوي على كالسيوم كربونات اللي بنسميه باسمه الاخر كالسايت، كالسيوم كربونات او كالسايت. تمام. طيب مين كوفيلنت؟ السيليكا اللي بنسميه SiO2 اللي بيكون موجود في معدن الكوارتز، بنسميه كوارتز. يبقى الكوارتز او السيليكا، الكوارتز او السيليكا يا ولاد ده اللي بيعمل الساند ستون اللي هو الحجر الرملي. اكتب معناه الساند ستون من اسمه الحجر الرملي. تمام يا ولاد؟ طيب فبالتالي يا اولاد بما ان دول بيدوبوا في الميه بسهوله بيتعرضوا للتعريه بشكل مباشر، بيتفتتوا بسهوله جدا عشان الحجر الجيري اهو مع الميه والكربون دايوكسيد وانت عارف اللي يحصل. انما هنا لا، هنا السيليكا بيكون ريزيستنت ويذرنج، بيبقى مقاوم للتعريه عشان بياخد وقت كتير وبيدوب ببطء شديد قوي. يبقى زي ما انت شايف يا اولاد اول سبب معانا زي ما انت شايف وهو نوع البوند. يبقى اول سبب بيأثر على ذوبان المعادن في الميه نوع البوند. دي ايونيك كوفيلنت. ايونيك بيدوب بسرعه، كوفيلنت بيدوب ببطء جدا. ايونيك زي الكالسايت والكوفيلنت زي الكوارتز اللي هو الكالسيوم كربونات والسيليكا، الكالسيوم كربونات والسيليكا. طيب العنصر الثاني يا اولاد وهو برضو الووتر تمبريتشر، ما فيهوش رغي كتير بس لازم نقوله برضو. العنصر الثاني معانا اللي بيأثر وهو الووترز تمبريتشر، درجة حرارة ايه يا اولاد؟ المية. لازم اكون عارف يا اولاد ان لما درجة حرارة المية تنكريز تزيد السوليابيليتي هي كمان هتزيد. الذوبان او ذوبان المينرالز سوليابيليتي اوف مينرالز هي كمان هتزيد. المعادن اللي هتدوب في المية هتبقى اكتر. يعني يا مستر على سبيل المثال عشان كنت فاهم صح، لو انا مثلا يا مستر عندي وعاءين ميه، ادي وعاء ميه ووعاء ميه والاتنين نفس الكميه، مثلا هنا 2 لتر ميه وهنا برضه يا مستر 2 لتر ميه، فالاتنين فيهم نفس كميه الميه يا مستر. مظبوط، نفس كميه الميه. ويا مستر عشان كنت فاهم صح نفس الكميه بالظبط، نفس الكميه بالنص. بس يا مستر لو مثلا ده درجة حرارة 30 وده درجة حرارة 50، يعني الاتنين نفس الكمية، 2 لتر نفس الكمية، بس هنا درجة حرارة أعلى، هنا درجة حرارة مالها أقل. هلاقي إن هنا هيكون فيه مور في الجزء ده، هنا هيكون فيه مور
dissolved minerals معادن دايبه اكتر. الله ينور عليك. انما هنا less dissolved minerals موالح اقل بكتير جدا. طب ليه يا مستر؟ ما الاتنين نفس الكميه. ايوه الاتنين نفس كميه الميه، بس المعادن اللي هنا اكتر بكتير جدا من المعادن اللي دايبه هنا. ليه يا مستر؟ عشان درجه حراره دي اعلى من دي. كده نفهم من درجه الحراره لما بتزيد المعادن اللي دايبه هي كمان هتزيد، هتعرف تدوب اكتر. تمام؟ السوليبيليتي بتاعتهم هتزيد. يبقى تاني يا اولاد حاجه temperature water increasing water temperature lead to ايه؟ increasing solubility of most salt and minerals. زي كده يا اولاد الهوت سبرينج اللي هي الينابيع السخنه بتكون موجوده في جزر اليابان بشكل كبير جدا. بيقول لك dissolve more mineral when it cools، يعني سوري water dissolve more. يقول لك انت عندك هوت سبرينجز تلاقيها بتدوب مينرالز اكتر بكتير جدا 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 من البحر العادي او من النهر العادي. ليه؟ علشان هي بتكون سخنه، فبالتالي لما الميه بتسخن بتدوب ملح اكتر زي ما اتفقت معاك. ولما بتكول المينرالز ار ديبوزيت، ولما بتهدى درجه الحراره بتهدى المينرالز بترجع بتديبوزيت قدامنا وبتظهر معادن جديده. طيب تالت حاجه يا اولاد مش محتاجه شرح كتير، البريشر اون ووتر. البريشر اون ووتر يا اولاد اللي هو ضغط الميه، دي ما فيهاش حاجه. كون فاهم بس يا اولاد ان الضغط لما بيزيد الكربون دايوكسيد بيدوب بنسبه اكبر، فكده بالتالي السوليبيليتي بتاعت المينرالز هي كمان هتزيد. تمام يا ولاد؟ يبقى تاني سريعا increased pressure on deep ground water lead to the dissolution of high percentage of carbon dioxide gas in it. يعني ايه يا مستر؟ بص يا ولاد، الحاجه الثالثه سريعا نقولها لك برضو عشان يكون قلنا الاربعه. زي ما كنا بنقول، وهي لو درجه درجه حراره احنا، يبقى زي ما كنا بنقول يا ولاد العنصر الثالث وهو الووتر بريشر او ضغط المياه. لازم اكون عارف يا ولاد ان لما البريشر بيزيد، البريشر لما ايه؟ لما بيزيد فهو كده معايا الاقي ان الكربون دايوكسيد سوليابيليتي زادت. تقول طب المشكله يا مستر؟ المشكله ان الكربون دايوكسيد لما ذوبانه بيزيد بيكون كربونيك اسيد يعني حموضه في الميه، ولما الميه تكون حمضيه تكون فيها اسيد السوليابيليتي بتاعت المينرالز بتزيد، ذوبان المينرالز بيزيد يا ولاد. يعني يا مستر الميه لما بتكون اسيد، الميه لما بتكون حمضيه ذوبان المعادن فيها بتزيد. الله ينور عليك. طب ده حصل ليه؟ عشان الضغط زاد، فلما الضغط زاد الكربون دايوكسيد ده بنسبه اكتر، الكربون دايوكسيد ده بنسبه اكتر يعمل لك كربونيك اسيد، الحموضه زادت الميه تدوب اكتر. وده يجيبنا للسبب او العنصر الرابع اللي بيأثر على ذوبان المعادن، وهو اصلا الاسيديتي او الحموضه. وانا حرفيا لسه قايل لك الحموضه لو زادت السوليبيليتي هي كمان هتعمل ايه يا اولاد؟ هتزيد. شكرا، ادي الاربع اسباب خلصوا، او الاربع عناصر اللي بيأثروا على ذوبان المعادن. يبقى كده يا اولاد نرجع نشوف العنصر الثالث والرابع اللي شرحناهم. البريشر بتاع الوتر زي ما اتفقت معاك، increase the pressure يبقى increase the solubility of carbon dioxide. carbon dioxide بنسبه كبيره هيؤدي الى كربونيك اسيد، يعني في اسيد زياده بقى في حموضه فيؤدي لسوليبيليتي اكتر يا ولاد. تمام؟ طبعا الكلام ده يا ولاد بنلاحظه في الديب جراوند ووتر اللي هي المياه الجوفيه اللي بتكون تحت بطن الارض، بتتعرض لضغط كبير جدا 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 جدا. فبالتالي يا ولاد بينهانس الووتر ابيليتي تو ديزولف ماني روكس زي ما اتفقت معاك، وهاي كونسنتريشن اوف بايكربونات سولت ان ووتر، وعلى نسبه كبيره جدا من البايكربونات دايب في الميه. ليه؟ عشان ضغط عالي، فالضغط عالي كربون دايوكسيد كتير، فبالتالي بتدوب معادن كتير قوي حواليها. طيب اخر حاجه البريزنس اوف اسيدز، لسه حرفيا بنقول لو الاسيديتي زاد السوليبيليتي هي كمان هتزيد زي المثال اللي فوق بالظبط. طيب الكونكلوجن يا ولاد في الاخر نقدر نقول ان السوليبيليتي عامل مهم جدا بيأثر على جوده الميه اللي احنا بنشربها وبنروي بيها التربه والاجريكلتشر والدرينكينج وكل الكلام الجميل ده جدا. طيب وازاي نعمل تريتمنت؟ ووتر تريتمنت يعني معالجه الميه. بصوا بقى يا ولاد هنا ابلكيشن مهمه اللي هي الزيولايت. الزيولايت يا ولاد دي حرفيا فكره عبقريه، دي صخره اسمها الزيولايت ابورس فولكانيك روك. فكر فيها معايا دلوقتي، انت لو معاك امبيور ووتر ميه غير نقيه بنجيب ايه؟ بنجيب صخره نجري الميه دي
جوه الصخره البركانيه دي صخره بركانيه بتتكون من البراكين، اسمها صخره الزيولايت. والزيولايت دي بتكون بورس. يعني يا مستر بورس يا ولاد يعني فيها فتحات صغيره جدا جدا جدا، يعني فيها مسام صغيره، فتحات صغيره. فبالتالي يا ولاد الميه لما بتعدي جوه الصخره دي الميه بتخرج، بس دخول الحمام مش زي خروجه. الميه بتخرج بتبقى بيور، الووتر بتكون بيور جدا 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 جدا، نقيه جدا. طب ازاي مستر ميه كانت داخله امبيور وخارجه بيور؟ افهمك. ده الزيولايت عامل كده بسم الله زي فلتر بس طبيعي، ففلتر الميه تماما، سحب الشوائب كلها من الميه. طب سحبها ازاي يا مستر؟ عن طريق فتحات صغيره. انت الميه دخلت والفتحات الصغيره خرجت الميه بس، انما الشوائب كان حجمها كبير، ما عرفتش تعدي من الفتحات دي، ما عرفتش تعدي من المسام. فيا اولاد بنستخدمها تاني يا اولاد ان هي بتتراب امبيورتيز، بتحبس الشوائب. امبيورتيز يعني الشوائب بتحبسهم جواها، والهيفي ميتالز انسايد البورز بتحبس جوه، والميه النقيه بتخرج، يعني حرفيا فلتر طبيعي. فبالتالي يا اولاد improves drinking water quality، بتحسن من الميه اللي بنشربها. reduces the use of chemical، بتقلل استخدام المواد الكيميائيه. و widely used in Europe and Asia، بيستخدمها بشكل شائع في اوروبا وفي اسيا، كده ما سمعتش عنها في مصر. protect الهيدروسفير وسبورت sustainability، وتحافظ على الاستدامه. كلام التعبير بتاعك اهو، تمام. طيب اخر حاجه يا اولاد الامباكت على البايوسفير، وبعدين نبدا في تكتونيك بليتس. بصوا يا اولاد الامباكت على البايوسفير سهل جدا ولذيذ جدا وسهله جدا، مفيش اي حاجه. افهمها لك اقول لك ازاي. طبعا من كام درس فاتوا اخذنا السايكلز بتاعت الكربون والنيتروجين والفوسفورس. فاكرين الفوسفورس؟ قلنا الفوسفورس بيكون موجود على شكل فوسفات جروب جوه الروكس، جوه الصخور، صح؟ وقلنا الروكس دي بيحصل لها ويذرنج او عوامل تعريه، ولما ده بيحصل الصخور بتتكسر والفوسفور بيخرج للبيئه، والنبات يستخدم الفوسفور دون عشان يكبر وينمو، والنبات يعتبر من البايوسفير. والفوسفور الموجود جوه الفوسفيت ده تبع اللايتوسفير. شفت بقى اللايتوسفير والبايوسفير، اللايتوسفير والبايوسفير بيأثروا لبعض ازاي؟ انت حاجه كنت واخدها قبل كده اتكررت لك تاني، هي نفس الحاجه اتكررت تاني. يا اولاد الروكس بتكون اكسبوز تو ويذرنج زي ما اتفقت معاك، الصخور بتتعرض لعوامل تعريه، فبتتعرض لعوامل تعريه يا اولاد بتتكسر وبتخرج المعادن اللي جواها زي الفوسفور وغيره. طب ايه عوامل التعريه دي؟ العوامل التعريه بتكسر الصخر، الكسر بيتكسر نتيجه ايه؟ نتيجه الرياح او مطره يفتتوا في الصخر، نتيجه الرين ووتر، او نتيجه تمبريتشر تغيرات في الحراره، او حتى اسيدز احماض لو الامطار الحمضيه سقطت على الصخر هتفتت الصخر. زي الكربونيك اسيد لما الكربون دايوكسيد يدوب في الميه، امطار حمضيه، اسيد رينز. فبالتالي يا اولاد الروكس بيوذر يعني بتتفتت، بتتكسر، بتتفتفت، والمينرالز اللي جواها بتخرج وتروح في السويل او التربه. ومين يستخدمها؟ النبات، زي الفوسفيت والفوسفور وكل الكلام اللي انت خدته دوت في السايكلز، وزي النيتروجين وغيره وغيره والسيليكا وغيره. فبالتالي يا اولاد سبلاي البلانت وذ اسينشال نيوترينت، ويدي النبات النيوترينتس بتاعته. كلام انت كنت واخده قبل كده، تمام. الصخور بيعمل لها ويذرنج، بتتفتفت، فالمينرالز جواها بتخرج. المينرالز جواها لما تخرج النبات ياخدها ويعمل جروث. طب ايه عوامل التعريه دي؟ زي اولاد الرين ووتر، التمبريتشر تشينج، والويك اسيدز. طبعا عندك اكزامبل على الكلام ده فوسفيت روكس، احنا قلناه وشرحناه قبل كده في السايكلز، تمام. ان هي بتحتوي على الفوسفورس، لما بتتكسر فوسفيت ايونز بتخرج في السويل، والايونز مين اللي بيأبزورب بقى؟ البلانت عشان يعمل جروث، مفيهاش حاجه. الجرانيت يا اولاد بتحتوي على الفيلد سبار. الفيلد سبار يا اولاد ده مهم جدا جدا وبيخرج بوتاسيوم، والنبات بيحتاج بوتاسيوم، فالبوتاسيوم بيستخدمه في البلانت يا اولاد عشان ينظم فتح الاستوماتا اللي كانت بتعمل عمليه الترانسبيريشن، تمام. وهيلبس ان انرجي برودكشن انسايد بلانت سيل، وبيساعد على انتاج الطاقه. تقول لي ازاي يا مستر؟ اخص عليك، فاكر البوتاسيوم بامب، صوديوم شانل وبوتاسيوم تشانل وصوديوم بوتاسيوم بامب، تمام يا ولاد؟ طيب اللايتوسفير ناتشورال ريزرفوار يعني حاجز طبيعي. كلام جميل جدا، كلام جميل جدا، ممكن تقراه ما فيهوش اي حاجه يا ولاد، ده الكلام ده ما فيهوش اي حاجه. طيب تعالى بقى على اخر حاجه وهي التكتونيك بليتس، هنشرحها شويه. التكتونيك بليتس او الالواح التكتونيه. ايه الالواح التكتونيه دي يا ولاد؟
بص على العد. التكتونيك مش عايز تظبط معايا ليه يا ولاد؟ حد باصص لي فيها؟ تكتونيك اهو بليتس، الالواح التكتونيه. الالواح التكتونيه دي يا ولاد عباره عن مجموعه مهوله من الصخور، ماسيف جروب اوف روكس. مش بنتكلم عن صخره تقدر تشوفها بعينك، استحاله تشوفها بعينك، موجوده تحت الارض، موجوده تحت الارض بالمنظر ده يا ولاد. بص كده فلوتنج، بص قد ايه اهم، شايفهم يا ولاد؟ بص اهي، تعالى ابينهم لك اكتر في الرسمه. الفكره يا ولاد ان البليتس دي اهي زي ده كده يعتبر بليت، ده كده لوح تكتوني اهو، تمام؟ ده كده لوح تكتوني تاني، ده كده لوح تكتوني تالت، وده كده لوح تكتوني رابع. ايه ده يا مستر؟ يعني الارض عباره عن لوح تكتونيه ماسكه في بعض؟ بالظبط كده. الفكره كلها يا ولاد احنا اكتشفنا الكلام ده ازاي؟ لما نيجي نبص على خريطه الكوكب، بص على خريطه الكوكب، بص على افريقيا وامريكا الشماليه. لو جيت تبص على افريقيا وامريكا الشماليه هتحس ان هما كانوا لازقين في بعض وفكوا. يعني تحس ان افريقيا بتبقى عامله كده تقريبا، صح؟ وامريكا الشماليه بتكون عامله لك كده، مش كده قوي يعني، بس يعني انت فاهمين الفكره يا ولاد، كده بالمنظر ده بقى، عامله زي البطاطا. انا رسمتها زي البطاطسيه قوي، انت فهمت الفكره صح؟ كده بالظبط. ده منظر افريقيا وده منظر امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، صح؟ افريقيا وامريكا الجنوبيه. لو بصيت على افريقيا وامريكا الجنوبيه هتحس ان الاثنين عاملين زي قطعه ايه يا ولاد؟ قطعه بازل ويتفكوا عن بعض. ممكن ادخل دي كده هنا والاثنين يلزقوا في بعض، صح؟ وده يدخل هنا كده، صح؟ افريقيا وامريكا الجنوبيه عاملين زي قطعه بازل كده، وقطعه البازل دي اتشققت او اتفكت عن بعض وبعدوا. ده هتحس كده، صح؟ بس كلام مش منطقي. ازاي اثبت الكلام دون؟ الا لو القارات دي كان من تحتها الواح، سميناها الواح تكتونيه، والالواح دي كانت موجوده تحت القارات وتحت المحيطات، والالواح دي بتعمل ايه؟ بعدت عن بعض. فلما بعدت عن بعض القارات هي كمان بعدت عن بعض. يعني عشان اسهلها عليك هتجيب كتابين بالمنظر ده، كتابين وتمسكهم، حلو؟ والكتابين دول انت واقف عليهم، يعني انت كتابين واحنا واقفين على الكتابين. فلو الكتابين بعدوا عن بعض انت وصاحبك بتبعدوا عن بعض. طب لو الكتابين قربوا من بعض يبقى انت وصاحبك بتقربوا من بعض. فهمت الفكره؟ هي دي الالواح التكتونيه. الكتب هي الالواح التكتونيه، والالواح التكتونيه دي زي ما انت شايف يا عماله بتبعد يا بتقرب، ولما تبعد وما تقرب بالتالي مظهر الكره الارضيه بيتغير. يعني ايه يا مستر؟ يعني الكره الارضيه كانت شكلها كده زمان قوي يا ولاد، قوي 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 قوي. الكره الارضيه كلها كانت عباره عن قاره واحده كبيره عملاقه اسمها قاره بانجيا، وبعديها بدات تتفكفك وتتفتفت وتتفتفت وتتفكس اكتر. الواحد التكتونيه تبدا تبعد عن بعض، تبدا عن بعض، وبالتالي بدات تبعد تكون القارات. كل القارات دي كانت في الاول كلها لازقه في بعض، بعدين بعدوا عن بعض على مدار ملايين وملايين ملايين السنين، فوق ما تتخيل. عقلك البشري ما يقدرش يتخيل هذه السنين كانت قد ايه. فهمنا الفكره يا ولاد؟ فبالتالي يا ولاد دي هي نظريه الالواح التكتونيه. بتقول لك اللي احنا عندنا لارج جروب اوف ماسيف روك ذات ريزمبل فلوتنج سلابس ميك اب ذا لايسوسفير. يعني اللايسوسفير دون عباره عن مجرد الواح تكتونيه. الالواح التكتونيه دي انا بتقرب يا بتبعد عن بعض يا بتتحرك جنب بعض، حاجه من الثلاثه. ازاي يعني يا مستر؟ مش فاهم. بص على اليد، وده بيحصل ليه يا مستر؟ ده بيحصل بسبب الاسينوسفير. مالها الاسينوسفير يا مستر؟ واحنا بنشرح الاسينوسفير تعالى اطلع لك فوق كده افكرك بحاجه. قلنا الاسينوسفير كان بيبقى فيها كونفكشن كارنتس. فاكر كونفكشن كارنتس؟ ولما قلت لك ايه كونفكشن كارنتس قلت لك بتسبب حركه الواح التكتونيه، حاجه كده هناخدها كمان شويه اهي. بص يا ولاد اهي الاسينوسفير. فاكر اللور بارت بتاع الابر مانتل اللي سميناه اسينوسفير؟
قلنا بسبب ان هو عنده ماجما، والماجما دي يا صاحبي بكل بساطه شديده الماجما دي بكل بساطه شديده يا اولاد زي ما اتفقت معاك بتولد كونفكشن كارنتس. الكونفكشن كارنتس دول بيسببوا حركه الايه يا اولاد؟ التكتونيك بليت موفمنت، بيعملوا تكتونيك بليت موفمنت. فدي الفكره كلها. فالتكتونيك بليتس بتتحرك، الفكره كلها ان الحركه ليها 3 انواع، يا تكتونيك بليتس يتقربوا من بعض، يا التكتونيك بليتس تبعد عن بعض، يا التكتونيك بليتس يتحركوا جنب بعض، جنب الجنب، سايد باي سايد. فهمنا الفكره يا اولاد؟ طب مستر معلش، هل ده بيكون حاجات؟ طبعا. يعني مثلا يا اولاد، هل تعلم معلومه ليك بقى، دي مش في المنهج بس انا احب اقولها لك، عارفين ان البحر الاحمر او ممكن تكون عندك في المنهج، ممكن يكونوا حطوها، ليه لا؟ حطوها في ثانيه اعدادي في الترم الاول، ممكن يكون حطوها عندك في اولى ثانوي، ليه لا؟ عارفين ان البحر الاحمر يا اولاد ده لوح تكتوني اللي هي عند شبه جزيره سيناء كده والسعوديه، السعوديه ومصر. السعوديه ده لوح تكتوني وفي مصر لوح تكتوني، الاثنين دول بعيدوا عن بعض. يعني يا مستر زمان السعوديه ومصر كانوا نازلين في بعض؟ زمان السعوديه ومصر كانوا نازلين في بعض زمان قوي من ملايين السنين، بس مع مرور الوقت الى اللوح التكتوني دي بدات تبعد عن بعض، فلما بدات تبعد عن بعض كون بحر في النص اللي هو البحر الاحمر. ايه ده يا مستر؟ يعني مع مرور الوقت سينا هتبعد عننا؟ مع مرور الوقت سينا هتبعد عننا، والبحر الاحمر مش هيبقى بحر، هيبقى محيط عملاق. طب مستر والكلام ده بيحصل في قد ايه؟ يا ابني الالواح التكتونيه دي بتتحرك في السنه الواحده 2 3 سنتيمتر. عارف 2 3 عارف المدرسه مسطره 20 سم في السنه، الالواح التكتونيه بتبعد عن بعض 2 سم. يعني حاجه مش انا هشوفها ولا اولادي هيشوفوها ولا اولاد ولادي ولا اولاد ولاد ولاد ولادي ولا ولاد 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 ولادي ولا ولاد 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 ولادي. فاهمه دي؟ حاجه عشان تحصل بتحتاج فتره مهوله من وقت، بيتحركوا 2 سم 3 سم في السنه، في السنه 2 سم 3 سم كده الحركه بتاعتهم تمت. فعشان كده بقول لك يا اولاد الكلام ده حصل على مدار ملايين السنين. فهمت ليه؟ لان الحركه دي بتحصل بايه يا اولاد؟ بسنتي يا اولاد. تمام؟ يبقى التكتونيك بليتس يا اولاد موف سولي اباف ذيم ات ا ريت اوف ايه؟ فيو سنتيمترز بير. كام سنتي في السنه يا دوب. تمام؟ اهميه التكتونيك بليت موفمنت يا اولاد ان هي بتعمل ري شيب للارث سيرفيس، كل الوقت بتغير، طول الوقت بتغير في سطح او شكل سطح الارض زي ما اتفقت معاك. تمام؟ وهيلب مينتين الارث جيولوجيكال بالانس، وبتحافظ على توازن الارض. على فكره كمان الالواح التكتونيه هي سبب حدوث الزلازل، لان الالواح التكتونيه ممكن تخبط في بعض فتعمل زلزال، او ممكن نتيجه ان هم بعيدوا عن بعض يكون حمم بركانيه، او لما يخبطوا في بعض تاني يكون بركان، وهكذا. فاهم الفكره يا اولاد؟ طيب تعالى كده يا اولاد على انواع الحركه زي ما اتفقت معاك، 3 انواع، يا يقربوا من بعض، يا يبعدوا عن بعض، يا يتحركوا جنبا لجنب. دي بنسميها ترانسفورم، يتحرك سايد باي سايد. دي اسمها دايفرجنت، يبعدوا عن بعض. دي اسمها كونفرجنت، يقربوا من بعض. لا سمعهم لي كده، ايه وايه وايه؟ ترانسفورم سايد باي سايد، دايفرجنت يبقى يبعدوا لي عن بعض، وكونفرجنت يقربوا لي من بعض. ترانسفورم سايد باي سايد، دايفرجنت ابعد، كونفرجنت قرب. وعندك الرسمه دي موضحه فرق بين الثلاثه. بسم الله الرحمن الرحيم. بص هنا يا اولاد، ده كونفرجنت اهو، 2 داخلين في بعض، واحد داخل في التاني اهو. لما الاتنين دخلوا في بعض يا اولاد الاوشانيك بليت بتاع الاوشن هو اللي نزل تحت. اشمعنى يا مستر؟ لان احنا في اول حصه اتفقنا ان الكراست بتاعت الاوشن بتكون عندها هاي دنسيتي، فالاوشانيك بليت اللي بينزل تحت يا اولاد عشان عنده هاي دنسيتي، كثافه عاليه، قلنا في اول حصه زي الزيت والميه، يعني عامله الميه بتنزل لتحت. انما الكونتيننتال بليت عنده لور دنسيتي فبيطلع لفوق. فاللور دنسيتي بيطلع ليه يا اولاد؟ بيطلع لفوق فبيكون سلسله ايه؟ جبال، زي جبال البحر الاحمر اهو جنب البحر. وفي المستقبل البعيد هيتكون سلسلة جبال في البحر المتوسط في شمال مصر. بجد يا مستر؟ عشان البحر داخل في مصر، شمال مصر، فالشمال مصر اللي هو الارض اللي في شمال مصر اليابس بيطلع لفوق، فيكون سلسلة جبال مع مرور الوقت على في الزمن بعيد بقى. فهمنا الفكرة يا اولاد؟ بس
يعني يا مستر الكونفرجنت بليت لما بيخبطوا في بعض بيؤدي الى تكوين جبال. الله ينور عليك، زي جبال الهيمالايا، اعظم جبال او اكبر جبال في العالم، جبال الانديز او جبال الانديس. تمام، كل الجبال دي يا ولاد هكذا. تمام. طيب دايفرجنت يعني بيبعدوا عن بعض، زي الاتنين دول. بص كده يا ولاد، بعدوا عن بعض. فلما بعدوا عن بعض عملوا ايه يا ولاد؟ عملوا زي فالي في النص او ريفت. تمام، في النص اهو. وفي يا اولاد الترانسفورم ده بيحصل جوه بقى، هنوريها لك بشكل افضل شويه. تعالى كده اوريهم لك حاجه حاجه. اول حاجه كونفرجن زي ما اتفقت معاك، كونفرجنت يعني بيقربوا من بعض. تو تكتونيك بليت موف توورد ايتش اذر، بيقربوا من بعض. اند كولايد ويخبطوا بعض، فبيكون لك ماونتن زي الهيمالايز ماونتن. خلصت. روك كومبريس تو بوش ابورد، الصخور بتطلع لفوق زي ما اتفقت معاك، فيبدا يعمل لك ايه يا اولاد؟ ماونتن رينجز، يعني سلاسل جبال زي الهيمالايز او الانديز. تعالى على اللي بعديها. divergent movement يا اولاد يعني يبعدوا عن بعض. تو تكتونيك بليت موف اوت فروم ايتش اذر، زي الافريكان ريفت. اعمل عليه سيرش على جوجل، اكتب كده على جوجل افريكان ريفت، هتلاقي صور جميله جدا 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 جدا. لان قاره افريقيا في المستقبل ان شاء الله هتتقسم قارتين. يعني قاره افريقيا الكبيره بتاعتنا دي هتتقسم. ليه يا مستر؟ لان قاره افريقيا معموله من كذا لوح تكتوني. اللوح التكتوني اللي تحت او اللي على تحت اليمين دون بيبعد عننا، بيتقسم عن قاره افريقيا وهيبعد عنه، هيعمل قاره لوحده جديده. هينقسم عن قاره افريقيا، يعني قاره افريقيا هتتقسم نصين والجزء ده هيعمل قاره لوحده. بجد يا مستر؟ بس الكلام ده على مدار ملايين السنين، يعني هيعمل لك ريفت، وبالتالي الريفت ده هيتملي ميه، هيعمل بقى بحر جديد زي كده اللي حصل في البحر الاحمر. زي ما كانت السعوديه ومصر كانوا حته واحده بعد كده اتقسمت. فهمت الفكره؟ تمام. طيب ده بيؤدي يا اولاد للنيو اوشن فلور، يعني محيط او بحر جديد طبعا. وريفت فالي زي الافريكان ريفت، وكمان وايدنج الكوستنج فالي بيعمل فاليز اوسع، وكمان فولكانيك ايلاندز، جزر بركانيه زي جزر اليابان. جزر اليابان اتكونت كده يا اولاد، جزر اليابان اتكونت لان كان في تكتونيك بليتس اتنين بيبعدوا عن بعض، فلما بعدوا جزر اليابان طلعت. تمام. واليابان فيها عندها ماونتن فيجي. ماونتن فيجي ده ماونتن جبل عملاق جدا اسمه ماونتن فيجي، عملاق في اليابان. اخر حاجه يا اولاد ترانسفورميشنال يا اولاد، يعني ولا بيقربوا ولا بيبعدوا، هم بيتحركوا سايد باي سايد، بيتحركوا كتفا لكتف. فهنا يا اولاد occurs when two tectonic plates slide past each other، بيتحركوا سايد باي سايد او سلايد، بيتزحلقوا جنب بعض. ده يا ولاد زي مثلا سان اندرياس فولت، بيكون صدوع او تشققات في الارض، تشقق في الارض زي تشقق سان اندرياس، تشقق مشهور جدا 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 في امريكا. اعمل عليه سيرش سان اندرياس فولت، بيكون منظره عامل كده. ده تكون نتيجه الترانسفورميشنال موفمنت، يعني اتنين بيتحركوا يا اولاد سايد باي سايد. وكده التكتونيك بليتس تكون خلصت والدرس بتاع حضرتك يكون خلص. ما تنساش تكتب النوتس بتاعتك. عايز تتابعنا ادخل انزل على الديسكربشن بتاع الفيديو، دوس على اللينك اللي عندك، ادخل قناه الواتساب، ادخل قناه التليجرام، ادخل على الفيسبوك بيج، اعمل لنا فولو، اتاكد انك موجود في جروبات، لان اول فيديو بينزل بيبعت اللينك بتاعنا على الجروب على طول. اي عروض بتنزل بيبعتها على الجروب على طول. اي حاجه انت عايزها على الجروب على طول. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنساش تدوس اللايك، ما تنساش كلمه حلوه منك ليا او ليا منك ايا كانت، المهم انك تكتب لي كلمه حلوه. اشوفكم الحصه الجايه على خير، وخليك دايما فاكر ان مع مزون ساينس فين؟ في سيف زون. يلا سلام.